في قصر الخليفة هارون الرشيد اللي واقف شامخ وسط بغداد زي تاج مرصع بالذهب، كانت لحظة كلها مهابة وخطر. الخليفة وهو راقد على فراش المرض جمع ولاة عهده الكبار وكتب الوصية اللي هتقسم مصير دولة بحالها. يلي الأمر من بعدي ابني محمد الأمين، فإذا هلك فإلى عبد الله المأمون، ثم إلى القاسم المؤتمن. هارون الرشيد كان فاكر إنه بيأمن الدولة، بس الحقيقة هو كان بيشعل الفتيل، فتيل فتنة هتولع بين ولاده وتحرق فيها بغداد وأهلها. الدنيا ساعات بتضحك لك قوي وتبعت لك أخ كويس، وساعات بتكشر قوي ويبقى أخوك ده هو خصمك. ومن هنا بدأت الحكاية. بس قبل ما الحرب تبدأ وقبل ما الأخ يرفع السيف في وش أخوه، خلونا نعرف مين هما الاتنين. الأول محمد الأمين، الابن الأكبر لهارون الرشيد. أمه كانت زبيدة بنت جعفر حفيدة الخليفة المنصور، يعني من دم العباسيين خالص. اتربى في قلب القصر وسط الطرف والحاشية والاحتفالات، والمؤرخ الطبري قال عنه: كان جميل الخلقة مليح الهيئة مطبوعا على الكرم واللهو. كان محبوب من الدوائر العليا، لكنه ما كانش مهتم بالسياسة، كان بيحب الشعر والسمر والمجالس. التاني عبد الله المأمون، أخوه من أبوه، لكن أمه كانت جارية فارسية اسمها مراجل، وده خلى مكانته أقل شوية في عين بعض العباسيين، لكن في الحقيقة كان أذكى منهم كلهم. المأمون اتربى على إيد العلماء، كان بيقرأ في الفلسفة والفقه والمنطق، وكان بيحضر حلقات النقاش في سن صغير جدا. والمؤرخ ابن خلدون قال عنه: كان المأمون أحلم الناس وأعلمهم وأبعدهم عن الطيش وأشدهم تمسكا بالعقل. يعني الأمين كان رمز الشرعية والطرف، والمأمون رمز العقل والطموح، واللي بيجمع بينهم هو الدم، واللي هيفرقهم هو الكرسي. وفعلا لما هارون الرشيد مات الوصية اشتغلت، والأمين بقى هو الخليفة، لكن المأمون كان قاعد بعيد في خراسان بيعد الأيام وأيام وهيتبدل المشهد. بعد وفاة هارون الرشيد سنة 193 هجريا، الأمين استلم الخلافة رسميا من بغداد، والمأمون بقى ولي العهد وحاكم على خراسان. في البداية كان في احترام متبادل بين الأخين، بس كلها كانت شكليات، لأن اللي بينهم أكبر من لقب. الأمين بدأ يقلق، لأن خراسان كانت غنية وقوية، والمأمون هناك له أنصار وولاء شعبي كبير، فقال لازم أضرب الأول. بعت رسالة للمأمون طلب منه يتنازل عن ولاية العهد، يعني كانوا بيقول له: انسى اللي أبويا كتبه، أنا دلوقتي الخليفة. المأمون رد عليه برسالة حادة جدا: إنا ما طلبناها ولا رغبنا فيها، فإن جئت بالحسنى سلمنا، وإن جئت بالسيف وجدته عندنا. الأمين بعدها خد خطوة متهورة جدا، شال اسم المأمون من الخطبة، وأمر بتمزيق العهد اللي كتبه هارون الرشيد، وعين ابنه الصغير ولي للعهد بدل أخوه. المأمون ساعتها ما كتبش رد تاني، لكنه كتب أمر تعبئة للجيش، وبدأت الحرب. سنة 195 هجريا المأمون عين قائد اسمه الفضل بن سهل، وبعت جيش ضخم بقيادة طاهر بن الحسين عشان يزحف من خراسان على بغداد. وفي الطريق جيش الأمين حاول يصده في معركة على نهر النهروان، لكن طاهر كان أذكى وانتصر عليهم ووصل لحد أسوار بغداد. بدأ حصار بغداد اللي استمر أكتر من سنة كاملة. العاصمة اللي كانت منورة بالعلم والذهب بقت ساحة حرب، البيوت اتحولت لمتاريس، والأهالي اضطروا يهربوا من نار الأخين. المؤرخ الطبري بيقول عن الفترة دي: تحولت شوارع بغداد إلى أنهار من الدم، وباع الناس كتبهم ليأكلوا خبزا. الأمين كان محاصر في القصر، وقواته بيتسربوا واحد ورا التاني، والناس بدأت تكرهه من العذاب اللي شايفينه. حاول يهرب في مركب، لكن طاهر بن الحسين قبض عليه، وفي مشهد مؤلم اتقتل الأمين وتعلقت راسه على باب بغداد. في سنة 198 هجريا المأمون دخل بغداد مش كفاتح، لكن كخليفة. أخوه اتقتل قدامه، والمدينة كلها شايفة اللي حصل. الناس خرجوا يشوفوا اللي جايلهم من خراسان ده، لكن مش بالزغاريط، بالنظر، بالهمس، بالترقب. الراجل اللي جاي يحكمهم هو نفسه اللي جيشه قتل الخليفة اللي تربى معاهم، اللي كان لسه امبارح بيخطب على منابرهم. دخل المأمون بغداد والناس فيها بين داع عليه وآخر ساكت، لا تكبير ولا تهليل، بل صمت يشبه الحزن. ده اللي المؤرخ المسعودي قاله عن دخول المأمون لبغداد. المأمون دخل القصر، بص حواليه لقى الكرسي، بس لقى حواليه أشباح كتير. كان في ايده السلطة، لكن ضاعت منه حاجة تانية: الثقة والحب في قلوب أهل العراق. ومن اللحظة دي المأمون قرر إنه ما يحكمش بس كخليفة،
لازم يثبت انه غير اي خليفه جه قبله. في عز الجدل وفي وقت الدوله لسه بتلملم فيه في جراحها، المأمون طلع بقرار محدش في بغداد كان يتوقعه ولا قدر يفهمه. قال: أعين علي بن موسى الرضا وليا لعهدي. علي بن موسى الرضا الإمام الثامن عند الشيعة، راجل من آل البيت محبوب في خراسان، لكن ما كانش ليه علاقة بالسياسة ولا طلب الولاية ولا له أي علاقة بالعباسيين. المأمون لبسه التاج وحول لون راية العباسيين للأخضر بدل الأسود، وقال: الرضا من آل محمد وهو أولى بالخلافة مني. المؤرخ اليعقوبي قال: اغتاظ بنو العباس من قرار المأمون وقالوا: ما بقي لنا ظل ولا اسم وسلم الخلافة لغيرنا. المأمون كان شايف انه بيعمل مصالحة، او يمكن كان بيفكر في دعم سياسي من محب آل البيت في خراسان، لكن بغداد ما شافتش كده. بغداد شافت دي خيانة. قامت ثورات في مدن كتير. العرب العباسيين رفضوا البيعة وبدأوا يعلنوا خليفة تاني اسمه إبراهيم بن المهدي، وقالوا ان المأمون خرج عن العهد، والمأمون لقى نفسه بيخسر اللي كسبه. الإمام علي بن موسى الرضا اللي ما طلبش ولاية ولا سعى العرش كان ساكت لدرجة تخوف. وبعد شهور من تعيين ولي العهد، الإمام ده بدأ يحس بتعب وأعراض غريبة، وفجأة مات الإمام الرضا في مدينة طوس سنة 203 هجرية. ما كانش فيه دليل، لكن الناس اتكلمت، والمؤرخ ابن الأثير كتب: قيل إن المأمون سمى الرضا في رمان أكله، وإنه ندم بعدها ندما شديدا. وناس تانية قالت الراجل مات طبيعي، لكن المأمون استفاد من موته. المأمون حاول يخفف الصدمة، خرج في جنازة الإمام بنفسه وبكى عليه وحاول يقول: أنا ما عملتش حاجة. بس التاريخ ما سابوش في حاله، ومن يومها فضلت التهمة متعلقة في رقبته زي ظل ما بيفرقش الخليفة حتى وهو لابس التاج. عدت سنين بعد الفتنة، المأمون بقى الخليفة المطلق، مفيش منازع، مفيش معارض، بس كمان مفيش محب. حاول يرجع بغداد تاني، حاول يدور اللي اتكسر، حاول يعمل عدل ويشجع العلم ويحط أسماء الفلاسفة في دواوين الدولة، بس الشعب منسيش. المؤرخ المسعودي كتب: كان المأمون أعقل بني العباس وأوسعهم علما، لكنه لم يجد الراحة قط، ولا رضي الناس عنه يوما كما يرضون عن الضعفاء. وفي سنة 218 هجريا، المأمون كان في رحلة لجمع جيوشه في بلاد فارس، وفي مدينة طرسوس تعب فجأة ومات هناك. مات المأمون، ومات معاه دهاء ودم وفتنة بدأت بوعد وتحولت لنار. مات بعيد عن بغداد زي ما أخوه الأمين مات فيها مقتول، بس الفرق الأمين مات والناس بتكرهه، والمأمون مات وهم لسه مش قادرين يفهموه. مات وهو بيقول: ما تمنيت يوما أن أكون خليفة كما تمنيت أن أكون عبدا بلا دم على يدي. يا ترى لو هارون الرشيد كان خلى واحد بس من ولاده هو الخليفة، كانت بغداد هتسلم ولا الدم كان هيجي برضه؟ لأن العرش عمره بيكفي 2. كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.